طبعا حضراتكم لما بتشوفوا الأشقاء من المغاربة والتوانسة والجزائريين بيتكلموا ممكن ما تفهموش جزء من كلماتهم أو الكثير منها، لأن هم بيدخلوا اللغة الفرنسية أو لغات أخرى في لهجتهم. اللغة المصرية أيها السادة والسادة قريبة جدا من اللغة العربية الصرفة، وعشان كده حتى هي قد تكون الأقرب لتجميع اللغات بصفة عامة أو اللهجات بصفة عامة. هتلاقي المصري لما بيروح مثلا دولة عربية ممكن اللهجة بتاعته قريبة جدا، وممكن يستسيغها. حتى الدراما العربية أو المصرية أو المذيعين المصريين قد يبدعوا ويفلحوا في يعني توصيل رسالتهم عن الكثير من الأشقاء العرب. تعالوا مع بعض نفكر كده. هو احنا عندنا مثلا لغة بيقولوا عليها اللغة السواحلية او اللغة النوبية او اللهجة النوبية او اللغة بالعامية العادية او لغة ريفية او اشياء من هذه اللكنات المختلفة. لكن توقفت كثيرا عند الاسكندرية. وليه اسكندرية؟ هناك لفظين تحديدا يعني مشهورين جدا عند الاسكندرانية، ولما يقولوا كلمة أحي، كلمة أحي عندهم هي كلمة عادية، لكن احنا عندنا بيقول لك ايه 7 ايه اللي هو ايه ألف حاء ألف. يعني قد يقولون بأنها يعني قد تكون كلمة مستهجنة أو مش مقبولة عند بعض الناس، لكن هي ممكن تكون جملة اعتراضية للتعبير عن موقف. طبعا هم يعني من الطرائف ان هم قالوا انه في حد من الزعماء في فترة ما يعني قدم استقالته او عاوز يتنحى عن الحكم، فقالوا له لا تتنحى، يعني بالمعنى ده. تعالوا مع بعض نفكر هو ليه اصلا اللغة او اللهجة الاسكندرانية فيها العديد من الالفاظ. اسكندرية عشان قريبة من ايطاليا واليونان، وكان هناك تداخل من الايطاليين واليونانيين، وموجودين الكثير من الاجانب في اسكندريه، فعشان كده هتلاقوا هذه الكلمات الشهيره في الاسكندريه. اشهر الكلمات الموجوده كلمه كولا. كولا اللي هي الكولر او الياقه، ياقه القميص زي ما بيقولوا. كلمه مانيفستو، مانيفستو اللي هي قصدهم بها الكتيبات الصغيره اللي ممكن يستخدمها التلاميذ، والكلمه دي اصلا اساسها ايطالي. كلمه احيه هي تعني الاستنكار او التعجب، وهي كلمه طبيعيه وملهاش معنى سيء عند اهل اسكندريه، لكن في بعض المحافظات ممكن بيعتبروها كلمه عيبه، لان يعني عدلوا في هذه الكلمه بتختلف عن العديد من المحافظات. كلمه جومه، جومه المقصود بها الاستيكه او الممحاه وهي ايضا برضو كلمه اصلها ايطالي. كلمه مستيكا اللي هي قصدهم بها اللعكه او اللبان او العلكه، يعني او اللبان اللي ممكن برضو يكون لها اصل ايطالي. كلمه كات، كات دي المقصود بها الطابق او الدور. بيقول لك انا ساكن في الكات الاول، برضو ده كلمه اصلها تركي. كلمه كيسه، كيسه المقصود بها الشنطه. كيسه اللي هي الشنطه اللي احنا ممكن نشيل بها الاكل، اللي هي او المشتريات، اللي هي بدل ما نقول كيس هم بيقولوا عليها كيسه بلغه التانيث يعني. ايو يا جدعان، كلمه ايو دي اصلا معناها يعني يلا بينا، ودي بلغه اهل سردينيا. كلمه صحن اللي هو احنا بنقول عليه طبق باللغه العاميه المصريه. فلافل اللي هي ده الاسم اللي موجود اصلا او قد يكون مشهور في اهل الشام للطعميه اللي هي موجوده عندنا في مصر، لكن هم بيقولوا عليها فلافل. قطاط اللي هي اصل تسميه الاسكندريه للسوالف، ايضا مشروع. ده نوع من انواع وسائل النقل اللي هي احنا بنقول عليها هنا في القاهره مثلا او محافظات بنقول عليها الميكروباص، لكن هناك بيقولوا عليها المشروع. شط اللي هم قصدهم بها الشاطئ. أنا اللي هي قصدهم أنا. طياري يعني بسرعة. على البحر اللي هم قصدهم بيها على الكورنيش. تاكس من غير تاكسي، تاكس من غير الاي او من غير الياء في اللغة العربية. يا ولد اللي هو ايه لما يقول يا ولد فبيقول لي يا ولد. جنيه اللي هو الجنيه، يعني المقصود به الجنيه المصري. الإمة، الإمة اللي هي على القمة المقصود بها ناصية الشارع يعني. ايضا هناك افعال بتتفتح عندهم، فيقولوا مثلا يقول لك طلع، طلع طاء بالفتح الطاء، طلع يعني صعد. يقول لك مثلا احنا ممكن نقول طلع، طلع لكن هو يقول طلع.
باختلاف اللهجة. فتلاقي نقول نزل، شرب، أكل، نجح كده يعني. ايضا هناك العملات اللي احنا بنقول عليها في اسكندريه، يقول لك جنيه، فده قصدهم ايه؟ اللي هو قريب جدا من التسميه الاصليه اللي هي البريطانيه. لكن العمله الصغيره اللي هي القرش اللي كانت عندهم بيسموها قرش ساعه. القرش ده يعني اللي هو اخدوا منه مسمى اللي هو التعريفه اللي هي كانت نصف قرش. وعشان كده لما جم طبعوا الاصدار الاول من فئه الربع جنيه والنص جنيه كتبوا عليه 25 قرش صاغ بالصاد الف غين عشان ما يحصلش التباس. ايضا هناك بعض الافعال الاسكندرانيه زي اقول لك مشي يعني غادر او صار، وهي في الاسكندريه يقول عليها مشى. شبط يعني تمسك بيه او اصر على، الاسكندريه يقول لك عليها شبط. طبعا انتوا عارفين كلمه بنحبوه من بحر، وبنحبوه يعني احنا بنحبه. نحطوه يعني نحط حاجه في المكان. نولعوا النور يعني بنوروه. نعمله ان احنا هنعمل كذا. ناكله يعني هناكل. نشربه هنشرب مثلا. نسكنه طبعا يعني او لا نسكه دي يعني سك على الشيء، يعني اقفل على الشاي، نسك على الشاي، نسكه. هنروحه يعني هنذهب. وطبعا هناك الكلمه الشهيره اللي عندهم المرسي او وحياه المرسي ابو العباس، وده قسم هم بيستخدموا اهل الاسكندريه، وده بيعود اصله الى الامام المرسي ابو العباس، وده موجود له ضريح في ومسجد في الاسكندريه. دي ايها السادة والساده اللهجات او جزء من اللهجه الاسكندرانيه موجوده. لكن يعني لما تلاقوا مثلا في الصعيد الجواني ممكن يستخدموا مترادفات مختلفه لها دلاله، يعني هناكل ويكا. ويكا دي اللي هو لك عليها مثلا دي زي اكله الباميه او اشياء من هذا القبيل. وتلاقوا برضو في اللغه حتى من جمال اللهجه النوبيه ان تم استخدامها لانها غير متداوله الا في اوساط معينه، فتم استخدامها كشفره من شفرات الشفرات السريه في حرب اكتوبر المجيده. ايها السادة والساده، لنا ان نعتز بلغتنا العربيه ونعتز ايضا بلغتنا المصريه، لكن هناك الكثير من المترادفات ربما تكون ماخوذه عن اصل فرعوني او عربي قديم لها معنى العديد من الوقفات. دمتم بخير والى اللقاء.